ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم يا رب، يا رب تكونوا قضيتوا العيد، يكون عيد سعيد عليكم كلكم، وايامكم كلها تبقى عيد وسعادة. انا قصرت معاكم في العيد وفي رمضان، بس والله غصب عني كنت تعبانة. كان عندي حاجة اسمها الشقيقة، لو حد يعرف. دي نوع من انواع الصداع النصفي، يعني ربنا يشفي الناس جميعا. بس والله الصداع ده ما كانش بيسيبني غير في المستشفى معلقة محاليل عشان اقدر ابقى كويسه. فعديت رمضان بصراحه بالعافيه. كنت محضره لكم حاجات كتير اصورها لكم في رمضان، كنت محضره لكم اصور لكم التحضيرات بتاعه العيد، لان انا عندي طقوس كده بعملها في العيد. وكنت حابه او يعني اعرفكم انا ازاي بحاول ابسط اولادي باقل امكانيات ممكنه في العيد. المهم ان انا احسسهم ان في عيد وان في حاجه مختلفه عن كل يوم. بس للاسف ما قدرتش، فقلت احاول اوصل لكم اللي انا كنت عايزه اقوله لكم في فيديو النهارده. فاستحملوني بقى في الفيديو، هوريكم الحاجات بعد ما اتلبست وبعد ما خلصنا العيد. بس هوريكم الاول انا كنت بعمل لهم ايه. فيديو صغير كده هحطه لكم في اخر الفيديو، ازاي الولاد بحضر لهم يعني العيد. احنا متعودين ان احنا كل مناسبة هنا في البيت بيبقى ليها طقوس، يعني زي رمضان بنحضر بنعمل زينة. فالولاد اي مناسبة بتبقى موجودة في البيت بيبقوا مستنيينها، ودي الحاجة اللي انا قصدي اعملها، لان احنا الوقت اللي احنا بنعيشه دلوقتي هو الماضي بتاع ولادنا. يعني كل لحظة انت بتعيشيها دلوقتي دايما حطي الفكرة دي في دماغك. وانت يعني بتعملي حاجات، يعني بتعملي كل حاجة مع ولادك، ان انت ده الماضي اللي انت بتكتبيه. بس بدل ما تكتبيه بقلم انت بتكتبيه بتصرفاتك، بتكتبيه بكلامك، بتكتبيه بالذكريات اللي سايباها لهم. يعني شوفي هم لما يكبروا عايزين يحكوا يقولوا ماما كانت بتعمل معانا ايه. ماما كانت طول النهار بتغسل وتنظف وتغسل مواعين وتزعق، وعايزة البيت يبقى نظيف، وكلنا عايزين ده طبعا. بس مش دي برضو الذكريات اللي احنا عايزين نسيبها للولاد. احنا عايزين نسيب للولاد ذكريات حلوة يحكوها لولادهم، ولما يفتكروها يتبسطوا ويبقوا عندهم ذكرى جميلة لكل مناسبة بتعدي عليهم، ويحاولوا يعملوا زيها. فانا ده اللي انا بعمله مع كل مناسبة بتعدي علينا. يعني في رمضان انا عايزه اقول لكم الولاد بيبقوا مستنيين رمضان يعني بفارغ الصبر، ويلا يا مامي وعلقي حاجة رمضان. وكان نفسي اوريكم وانا بنزل زينة رمضان، والولاد عمالين يقولوا لي لا، وطب ويبوسوا الزينة يقولوا لها باي باي يا دان، ويقعدوا يقولوا له باي باي، وزعلانين جدا ان الزينة بتتشال. بس انا بعوض ده في يعني تاني يوم على طول، او بان انا ايه، بعمل لهم يعني طقوس بقى اللي هي بتاعه العيد اللي انا جايه اكلمكم عنها في الفيديو ده. مش عايزه اطول عليكم، بس عايزه اعرفكم ازاي اي واحده تقدر تبسط ولادها في العيد، حتى لو باقل الامكانيات. حتى لو مش هتقدري تسفريهم، مش هتقدري تخرجيهم خروجه كبيره او حلوه، او في مكان يعني كويس. المهم ان انت بتحاولي تعملي ذكريات في البيت، خلي الولاد يبقوا مستنيين العيد. انا عايزه اقول لكم الولاد بيبقوا داخلين يناموا يوم العيد ده بدري عن اي يوم، يقولوا عشان عايزين نصحى بدري عشان نشوف العيد. ونشوف العيد بالنسبه لهم اللي هي الحاجات اللي انا بعملها لهم، هم ده اللي مسمينه العيد. ولما بسالهم انتوا بتبقوا عايزين ايه اعمله لكم السنه دي، يقولوا لي يا مامي احنا مش هنقول، لان احنا كل سنه انت بتعملي لنا احلى من اللي احنا كنا عايزين نعمله. فالسنه دي الحمد لله يا رب، انا زي ما قلت لكم كنت تعبانه، بس الحمد لله قدرت اعمل كل اللي كان الولاد نفسهم فيه. وده عشان حاجه انا بعملها صغيره قوي برضو احب اقول لكم عليها. ان انا لما ببقى يعني طول الوقت ودني مع الولاد، بابقى ملاحظة هم عايزين ايه، نفسهم في ايه، بيفكروا في ايه. فانا الاول هوريكم اللبس بتاع الولاد اللي انا جبته لهم. بصراحة جبت لهم حاجات السنة دي كانت عجباني جدا وعجبتهم جدا، وفي نفس الوقت كان سعرها حلو قوي وخامتهم حلوة ومن اماكن كويسة. فحابة اوريكم الاول الهدوم اللي انا جبتها، وبعدين هكلمكم وانا بعمل الفيديو يعني، واحنا مع بعض هقول لكم ازاي انا بحاول اخلي يعني اعمل كل حاجة الولاد نفسهم فيها، وفي نفس الوقت من غير ما ازنق نفسي ماديا، او ان انا حتى في الوقت وببقى يعني مرتاحه. لان انا لو ما كنتش عامله حسابي او ما كنتش بعمل اللي انا بعمله ده، وجي فتره التعب اللي جت في رمضان دي، انا ما كنتش اعرف احضر اي حاجه للعيد بصراحه، لان انا لحد يوم الوقفه كنت تعبانه. فاوريكم اول حاجه الهدوم بقى طبعا ملبوسه، بس ده دليل على ان الولاد انبسطوا. فلسه هتتغسل يعني لسه هتتغسل. بس ده التيشيرت اللي انا كنت جايباه للبنات. ده كان في محل اسمه روز كيت لو حد يعرفه، كان عامل اوفر حلو قوي، وده كان قبل رمضان. كان عليه يعني التيشيرت ده كان باي وان جيت وان، فهو كان ب 300 جنيه، يعني يعتبر ده كنت جايباه ب 150، لاني اخدت ده وعليه ده هديه. فيعتبر الواحد ب150، فطبعا سعره حلو جدا وقماشته حلوة جدا.
وكانت مناسبة جدا للعيد، ولا هي يعني هي مبطنة على خفيف، مش عارفة باينة ولا لا، فلا هي تقيلة ولا هي خفيفة. كانت مناسبة جدا للجو بتاع العيد، ويعني لبسوه ولا كانوا عرقانين ولا كانوا حرانين، لان لبست لهم على يا دوبك بس اللي هو الهدوم الداخلية اللي تحت. فدول كانوا اول حاجتين، وكانوا بجد تحفة جدا وحلوين قوي عليهم. وانا بجيب لهم حاجات مختلفة، بس بقصد في العيد ان انا اجيب لهم حاجات شبه بعض، عشان ايه؟ يعني كل العيد بالذات بحب اجيب لهم الاتنين شبه بعض، توأم بقى. فدول اول حاجتين جبته لهم. فده يعتبر سعره حلو جدا، يعني مقارنة بالخامة. عايزة اقول لكم ان واحد زي ده هنا في المدينة عندنا مش اقل من 300 400 جنيه، ده اذا لقيتيه في العيد، واذا كان المقاس مناسب او حصل اي حاجة. بصوا انا مبدئيا لما بحب اشتري حاجة للولاد او ليا او اي حد، يعني من اي حتة، لازم اروح مكان يبقى، مش هقول لكم مكان محترم، مش قصدي محترم اللي هو يعني، بس مكان مضمون يعني. في اماكن لما بتروحيها بيبقى لو في اي حاجه في الهدوم او اي حاجه في الحاجه اللي اشتريتيها، بتروحي من حقك تستبدلي، من حقك ترجعي، من حقك. في اماكن تانية تقولك معلش احنا في موسم، لو خرجتي من المحل احنا ما نعرفكيش. انا ما بحبش اشتري من الاماكن دي خالص، لان وارد ان تلاقي اي حاجه، يحصل اي حاجه تغيري رايك، ما تعجبش الولاد، المقاس ما يكونش مظبوط لما تروحي. فانا لما بشتري من اماكن كويسه زي يعني ببقى مطمنه، ببقى مرتاحه، انا بحب اشتري وانا مرتاحه نفسيا. وكمان جبت لهم البنطلونات دي. البنطلون بجد كان شكله حلو قوي عليهم، واحلى حاجه فيه كمان ان هو ما فيهوش سوسته ولا حاجه، يعني مناسب جدا للاطفال هو بس، وكمان استك، فهو مريح، وخامته حلوه جدا وطري وجميل، وكان مريحهم جدا. لان انا بيهمني مش ان انا اجيب الحاجه شكلها حلو بس، كمان تبقى مريحه، عشان ده عيد وهيلعبوا وهيجروا وهيتبسطوا. ف ده كان البنطلون، بصوا بجد يعني حلو قوي، وقماشته حلوه جدا. كنت جايبه الواحد تقريبا ب 300 جنيه، بس ده ما كانش عليه العرض، كان في حاجات تانية عليها العرض، بس انا شفت ده احسن، لان انا بحب اجيب لهم في البنطلونات بالذات الحاجات الساده. ما بحبش اجيب الحاجات اللي فيها حاجات البنات هي اذواق بقى، بس انا الحاجات اللي هي اللي بالوان وميكي ماوس ما بحبهاش، يعني بحب الحاجات الساده اكتر، بميل ليها اكتر، وهي بتعجب ولادي اكتر برضو. مش معنى كده ان الحاجات التانية ممكن تكون وحشة، لا، انا بقول لكم الذوق بتاعي في اللبس يعني، او اللي بحب اجيبه لولادي. فده اول بنطلون، وجبت التاني زيه. فكان سعرهم حلو قوي. الطقمين دول انا جايباهم قبل رمضان، يعني قبل رمضان بحوالي 3 4 ايام، بس كان سعرهم حلو، وكانت الاوفرات اللي نازله حلوه. فده برضو كان نازل عليه سيل تقريبا، لان هو كان اكتر من 300، بس انا كنت جايباه برضو في السيل. فدول هدوم البنات. برضو الهدوم بتاعت عمر انا جبتها برضو قبل رمضان. التيشيرت ده جايباه من تاون تيم، التيشيرت ده كان نازل عليه سيل 50%، فكان بدل 800 تقريبا 400 او 380 حاجه كده بس. يعني قماشته تحفه تحفه، وكان حلو جدا جدا عليه، وكان مبسوط بيه قوي. عايزه اقول لكم وقطن. وانا اصلا تاون تيم بجيب منهم على فكره يا جماعه، انا جايبه الحاجات والله شارياها بفلوس يعني، ده لا، لان انا يعني ما اكيد مش بعمل دعايه او حاجه، انا بقول لكم على الحاجات اللي بشتريها. وبرده المحل ده انا بحب اشتري منه جدا للولاد، لان هو برضو لو في اي حاجه معاكي فتره كبيره جدا تقدري ترجعي او تستبدلي او تغيري المقاس. وده اللي حصل معايا فعلا، ان انا جبت له التيشيرت ده. تيشيرت تحفه وقماشته حلوه جدا، و... وشكله حلو جدا على عمر، ما شاء الله عليه، كان قمر عليه في العيد وكان مبسوط بيه قوي. واللون جديد عنده، ما كانش يعني لون اورنج ما عندوش، كان لون اورنج كتير. وجبت له عليه البنطلون ده. البنطلون ده برضو كان نازل عليه سيل 50%، والبناطيل في تاون تيم بتبقى غالية اهو، بس يعني ده ساعات بتعدي الألف، بس في السيل بتبقى برضو يعني هو تقريبا برضو كان في حدود 300 وي او 400. فبالنسبة للأسعار اللي انا شفتها في المحلات الحاجات العادية، هو سعره حلو جدا طبعا، والخامة حلوة جدا. وانا جايبه له برضو باستك، لا سوسته ولا بتاع، لان ده بيبقى مريح اكتر للولاد، لانهم اصلا لسه ما بيعرفوش يعني حتى يعدلوا هدومهم، احنا اللي بنعدلها لهم. فما بحبش ايه، بس ليه جيب اهو، ما بحبش اجيب الحاجات اللي بيبقى شكلها حلو بس تبقى ايه مضايقه الولاد، لا. حتى ده كنت جايباه كان مقاس الاول اللي انا كنت جايباه، كنت حاسه ان هو على قده بالظبط، فرحت جبت له مقاس اكبر شويه، مش عشان يبقى شكله يعني يعيش معايا، لا، عشان الولد يبقى مرتاح، لان انا عمر ابني حركي شويه وبيقعد يتحرك وبيحب يتنطط، وما بالك بقى في العيد كمان هيعمل عمايله. فقلت لا، يبقى مرتاح. وفعلا عقبال ما جه العيد كان مناسب جدا جدا عليه، وكان حلو جدا جدا عليه. وزي برضو ما انتم شايفين ساده، ما فيهوش اي حاجه. ومن ورا برضو ساده، لان انا بحب الحاجات الساده وبس. كانوا حلوين جدا الاتنين على بعض، التيشيرت على البنطلون كانوا تحفه. فدي كان هدوم العيد. الشوزات بقى انا جبتها برضو
يعني عايزه اقول لكم جايباها في عروض تحفه. يعني الشوز ده سوري بس هو عمر لبسه ده اكتف. ده اصلا كان سعره 1600 جنيه، بس انا جايبه ب 600 جنيه. كان نازل عليه سيل في امازون، فكان تحفه يعني، كان حلو جدا جدا. وعايزه اقول لكم بقى الشوزات بالذات بحب اجيبها، اللي هي الحاجات برضو تكون يعني نوعا ما ماركتها كويسه عشان تبقى خفيفه على الرجل. فده الشوز التاني بتاع لانا ولارا، وطبعا بتاع لارا زيه بالظبط ونفس المقاس. ده كنت جايباه من تاون تيم، كنت جايباه اونلاين، كان الواحد ب 350. انتوا متخيلين الاسعار؟ بجد الاسعار دي انا لما نزلت المحلات هنا قبل العيد انا حسيت ان انا شاريه الحاجات دي ببلاش. فالاسعار بجد بالنسبه للمحلات وزنقه قبل العيد فكانت حلوه جدا. فانا كده بالنسبه للهدوم انا كنت جايباها قبل العيد، والشوزات جبتها اونلاين تقريبا في اول قصدي قبل رمضان. والشوزات جبتها برضو اول رمضان تقريبا. بالنسبه بقى للحاجات التانية اللي هو العيد بالنسبه للولاد، يعني انا جبت انا معوده ولادي ان انا كل عيد لازم بيبقى فيه هديه اللي هي هديه العيد. فانا هوريكم في اخر الفيديو ازاي انا كنت محضره ده وازاي انا كنت مهيئه الجو يعني. بس انا ايه، حابه اكلمكم عن اللي انا بعمله كأم. انا بشوف ولادي نفسهم في ايه او بيحبوا ايه او عايزين ايه. طول الوقت هما بيتكلموا عايزه عسوسه جديده اللي هي عروسه يعني، مش عارفه عمر المسدس بتاعي باظ انا عايز مسدس جديد. باخد الكلام ده وبخزنه وبحاول بقى اجيب واشيل اجيب واشيل. حتى الحلويات والحاجات بتاعه العيد انا بجيبها وبشيلها من قبل رمضان، بحيث ان انا ابقى جايبه لهم حاجات كتيره جدا 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 وفي نفس الوقت انا مش حاسه باي تكلفه. يعني اي اوردر اي حاجه وانا نازله ممكن اجيب علبه بسكوت واشيلها، علبه شوكولاته واشيلها. الحاجات دي لما باجي بقى على العيد بلاقي عندي حاجات ما شاء الله كتيره جدا، وفي نفس الوقت انا حاسه ان انا ما جبتش حاجه. يعني الحمد لله مش زنقه نفسي او زنقت مصروف البيت. يعني لما اجيب مثلا علبه بسكوت في الشهر او اجيب معاها حاجه كمان او لعبه، انا مش بتضايقني قوي او بتزنقني قوي ماديا، بس بجيبها وبنساها وبشيلها زي كده رمضان. يعني احنا مش في رمضان بنجيب حاجات خزين وبنشيلها ونقول مثلا كيسين مكرونه مش هنحس بيهم بس هنشيلهم لرمضان. انا بعمل نفس الفكره مع الولاد في العيد. فانا كنت جايبه لهم العروستين دول. العروستين دول برضو كنت جايباهم مش فاكره منين، بس كان نازل عليهم سيل حلو قوي. العروسه على فكره تحفه بتعمل صوت، بس انا عشان الولاد نايمين انا كنت عايزاهم يطلعوا يعني يقعدوا معايا وانا بصور الفيديو ده. هما كانوا عايزين يوروكوا الحاجات بتاعتهم بنفسهم بس هما ناموا. فالعروسه هي اتهانت شويه طبعا لان بقالها حوالي اسبوع مع لانا ولارا، وده برضو يعني ايه حاجه يعني. بص صح ده في فردة جزم هي مش موجوده. كويس ان احنا وصلنا للمرحله دي. بس هي العروسه حلوه جدا وخامتها حلوه قوي. انا سالت على الاصغر منها هنا في مول هنا قال لي ب 250، انا جايبه دي تقريبا ب 150 جنيه. فانا مش عايزه اقول لكم الاسعار حلوه ازاي. يعني دي ب 150 جنيه عروسه بنت ناس اهي، وعروسه خامتها تحفه وبتعمل صوت وبتمشي والله. وكانت بجزمتين بس مش عارفه ليه هم مقلعينها الجزم، يعني هي المفروض ليها جزمه وجزمه تانية. وبس اتبسطوا بيها جدا. هما كان نفسهم في عروسه بتعمل صوت لان اخر عروسه ما كان عندهم ما كانتش بتعمل صوت. نلبسها بس البتاع ده كويس. فهي ايه، جبت لهم العروستين دول. فدي كانت هديه لنا ولارا في العيد. كنت جايباهم برضو قبل العيد وشايلاهم بخبيهم. وده المسدس عمر كان نفسه في مسدس بتاع ظباط، فلقيت المسدس او اللعبه دي اللي هي مسدس صغير ورشاش، ودي نضاره بتكبر تقريبا او بتبعد معرفش، وصفاره كمان، وفي كمان حاجه كده شبه القنبله بس انا ما لقيتهاش مش عارفه عمر شايلها فين. دي كانت هديه عمر. هو بس هي ما كانتش جايه بالحبل ده طبعا. هو عمر خلينا اربطها له بالحبل عشان هو طول النهار بيبقى ظابط وبيقعد يدور على الحاجات بالمكبر ده وبعد كده يفضل يضرب بالنار. يعني في حرب بتحصل. الحمد لله اخدنا هدنه دلوقتي ونايمين. فدي كانت الهدايا بتاعت الولاد اللي انا جبتها لهم في العيد. ايه تاني جبته للولاد في العيد؟ الحاجات دي برضو زي ما اتفقنا جبناها قبل رمضان عشان انا بتلخبط وعماله اقول قبل العيد، فاللي هو قبل رمضان او في يعني في حاجات كنت بجيبها في اول رمضان. المهم يعني على نص رمضان ببقى مخلصه كل حاجه العيد. جبت طبعا للبنوتين الحلوين الشنطتين دول. الشنطتين دول برضو كان نازل عليهم عرض، كانت الواحده ب 300 جنيه بس كان باي 1 جيت 1. فدي ميزه ان انت يبقى عندك توأم. اللي على فكره العرض بتاع باي 1 جيت 1 وانت عندك توأم ده عرض تحفه، انا بحبه جدا، بقيت احبه قوي من ساعه ما بقى عندي لانا ولارا.
فهما الشنطتين دول انا يعني اخترتهم عشان لون جراي مع الشوز هيبقوا حلوين، وخامتهم من جوه حلوه قوي، وفي كوين اهو لو حد عايزه. ما اقدرش اجي جنبه طبعا لان ده اكيد بتاع لورا او لينا. اكتشفت بقى لما جت ان هي فيها الاوبشن ده كمان. بصوا الجمال، شنط بتنور. يعني انا ما كنت يعني انا لما طلبتها ما اعرفش ان هي فيها الاوبشن ده. مش عايزه اقول لكم بقى السعاده اللي كانت فيها لنا ولارا لما لقوا ان الشنط دي بتنور ب150 جنيه. قولوا لي انتوا في الكومنتات الشنط اللي زي اللي هي نفس الحجم، مش هقول لكم بتنور بس نفس الحجم ده، عندكم بكام؟ انا كنت شايفاها في 300 وي، ده سعرها يعني لانها حجمها بصوا يعني اهو اهو اهو، يعني 3 كده ايد، 1 2 3. انا شفت الشنطه اللي قد كده كان ب250 جنيه وكنت فاكره ان الراجل بيهزر. فشنطتين دول ب300 جنيه، يعني الواحده ب150 عشان كان نازل عليهم عرض. بس كانوا الولاد طايرين بيهم من الفرحه، كانت عجباهم جدا جدا. طبعا هطفيهم، وطبعا بتغير النور لو انتوا شايفين كده. يعني بصوا، يعني هي كده ثواني بس. هو فين الزرار يا حاج؟ اهو. دي لو كده في النور ده الثابت اللي هو يبقى كده، وفي ده تحس ان هي زي بتاعه رمضان اللي هو بيطفي. فشنطتين بجد انا كانوا عجبوني، يعني انا عجبوني انا شخصيا، هم اتبسطوا بيهم جدا. فدول كان شنط العيد. طبعا في بقى عمر بقاله فتره حاسه ان هو بقى عايز يبقى ايه، يعني يحس ان هو كبر، فبدا يبص على الحاجات الكبار. فكان يقعد يبص لو بابا عنده الشنطه اللي هي الرجالي دي، كان يقعد يقول ايه يا بابا انا عايز شنطه زيها. وطبعا لما يجي لاخواته شنط كان يقعد يقول اشمعنى انا ولارا بيجي لهم شنط، فجبت له الشنطه دي اللي هي الشنطه اللي هي بتاعه الوسط دي، حلوه قوي واتبسط بيها بقى. مش عايزه اقول لكم حط فيها المسدس والعيديه، وكان ظابط وامن دوله يعني مش كان نفسي اصور لكم البهجه اللي هو كان فيها من الشنطه دي. الشنطه دي برضو كنت جايباها ب120 جنيه. بصوا بقى انا بجيب الحاجات بالاسعار الحلوه دي ازاي، ان انا مش بشتري مستعجله ومش بزنق نفسي، وبدور على عروض وبستنى عروض. يعني في كل مناسبة، عيد مش عارفة ايه في كذا اماكن انا بحب اجيب مثلا من على امازون، اجيب من على جوميا، ممكن اجيب من اي مكان. بس المهم من على الهدوم تاون تيم او ميني تاون تيم، الحاجات اللي هي اللي حواليا دي. ما بسافرش لان انا ما عنديش اي مجهود ان انا اسافر ولا بنزل من البيت، انا كل الحاجات دي جايباها وانا قاعده في البيت. فبجيبها لان انا مبقاش مستعجله وبنقي وانا رايقه وقدامي وقت، فعشان كده بجيب فرص كويسه. يعني هي دي الميزه اللي فيها، اللي انا يعني جوزي بيقول لي كده دايما بتعرفي تشتري كويس. الشنطه دي حلوه قوي قوي وخامتها حلوه، كانت ب120 جنيه برضو واتبسط بيها قوي عمر. فدي كانت شنطه عمر هو كمان. نيجي بقى للنضارات. مامي عايزين نضاره للعيد، مامي عايزين نضاره للعيد. جبت لهم ال3 نضارات دول من شي ان. هما 4، هما 4 على بعض ب320 تقريبا. دي بقى كنت جايبها من على بيج هنا. انا قليل قوي لما بتعامل مع بيجات هنا عندنا في المدينة يعني، بس دي انا جربتها قبل كده، جابت لي نظارات ليا وكانت حلوة وخامتها حلوة، فطلبت منها دول للولاد. بصوا عمر اختار دي السودة، طبعا والله الماتيريال بتاعتها تحفة شايفين. ولنا ولارا كل واحدة فيهم اختارت دي، واحدة يعني واحدة اختارت دي واحدة اختارت دي. دي بتاعت لانا ودي بتاعت لارا، مينفعش اتلخبط كمان، وحلوين قوي. بس احنا اتفقنا ان احنا هنشيلهم مع مامي في الجراب ده. هي ما جاتش طبعا بالجراب ده، بس انا جبت لهم جراب شلتهم فيها عشان ما تتكسرش، فاحنا بنخرج ولما بنرجع بنديهم لمامي. دي بقى انا جايباها للطوارئ، يعني اي واحده فيهم لو طبعا لانا او لارا او عمر واحده منهم اتكسرت اكيد هيقعدوا يعيطوا ويصوتوا، والاتنين التانيين هيبقى عندهم نضاره. فانا لما لقيت العرض ده ان هم 4 على بعض، فقلت فرصه بحيث ان تبقى واحده تبقى طوارئ، فدي انا مخبيها معايا طوارئ لو حصل اي حاجه نطلع الطوارئ. بس دول النضارات بتاعه العيد. بتاعت لانا ولارا كبيره شويه، بس بتاعت عمر على قده، بس قلت كويس لان هم اصلا لانا ولارا مش ملهمش خلق اللبس النضارات، بيلبسوها 5 دقايق ويقلعوها. بس طبعا زي ما بجيب لعمر لازم اجيب لاخواته، فعشان كده جبت لهم مع بعض.
خلي دي للطوارئ بره عشان ما تلخبطش ويشوفوها. ودي النضارات. فدي اخر. في حاجه كمان اخيره، دي من الحاجات التجهيزات اللي انا جبتها للعيد. ثواني. سبراي. مامي عايزين سبراي زيك، مامي عايزين سبراي زي بابي، مامي عايزين نحط زي ما انتي ما بتحطي. دي كانت برضو من ضمن الحاجات اللي كانت بتتكرر كتير والطلبات اللي بتتكرر كتير قبل العيد، فحطيتها برضو في دماغي. ولقيت السبراي ده، عايزه اقول لكم ريحته وانا حطاه كده في الدولاب بتاع، يعني دي ودي بتاعت لنا ولارا ودي بتاعت عمر، وانا حطاه في الدولاب ريحته مخليه الدولاب حلو. انتوا متخيلين؟ وانا ما كنتش متخيله، انا كنت فاكره ان هو بتاع اطفال مش هيبقى ريحته حلوه قوي كده، بس هما التلاته ريحتهم حلوه قوي قوي. مش عارفه ريحتهم ايه، بس ريحتهم يعني منعشه كده وقويه، يعني دي قويه تحسي انها رجالي فعلا، ودي برضو حلوه وقويه بس فروتي شويه، تحسيها فواكه شويه دي، بس حلوين قوي. فدي لانا، دي لارا، دي عمر، التلاتة جبت لهم سبراي. مش عايزه يعني الانبساط اللي كانوا مبسوطينه بالحاجات والانبهار اللي كانوا مبهورين بيه، انا لولا بس ان انا مش بحب اطلعهم على القناه، انا كنت وريتكم اما صحيوا الصبح وشافوا بقى الصاله بعد ما حضرت لهم الحاجه، وبعد ما اوريكم الفيديو اللي هي ان انا بعمل تحضيرات وهم نايمين وبيصحوا من النوم يشوفوا بقى بحضر لكل واحد الهديه بتاعته والهدوم بتاعه العيد بتاعته والحلويات على السفره والكحك فالدنيا بتبقى بجد بيستنوها، وبيبقوا مبسوطين. وده رول اون، كان عمر نفسه عايز رول اون عشان هو بيلعب رياضه وبيعرق وبقى عايز واحد زي بابي ومامي برضو، فجبت له ده. قلت له طبعا ما ينفعش حبيبي تحط بتاع الكبار، جبت له ده سوبر كيدز، وهو تقريبا ملوش ريحه، هو مناسب للاطفال. ف دي بقى الحاجات اللي احنا نبدأ نربيها في اولادنا لما يبدأوا يكبروا شوية ونحس ان هم مثلا خلاص عندهم استعداد ان هم عايزين يبقوا زي الكبار، فلا يعني نساعدهم، ما نقعدش نقول لسه حبيبي انت صغير لسه، لا فيهاش حاجة ما تجيبي له رول اون ويستخدمه، مش هتتخيلي الانبساط اللي هو فيه وحاسس ان هو بقى كبير قد ايه ومبسوط قد ايه. حاجات صغيرة بس فرقت معاهم جدا. دي كنت شايلها لهم مع الحلويات بتاعة العيد. كان نفسي اوريكم الحلويات اللي جبتها العيد، بس انا جبت لهم جيلي كولا وجبت لهم سوداني وجبت لهم حاجات كتير قوي للعيد، بس كنت شايلاها وشوكولاتات وحاجات كتير ما شاء الله، بس كنت شايلاها طبعا زي ما قلت لكم كل فتره بجيب حاجه واشيلها، فكنت جايبه لهم حاجات كتير. والسنه اللي فاتت انا لما حطيت الحاجه كده على السفره على الاطباق فبقت تنشف، ولو في دبانه معديه ولا حاجه فانا قلقت. فالسنه دي انا اتعلمت وجبت لهم بقى الاكياس دي اللي هي بتاعه التوزيعات، وبقيت احط لهم فيها الحاجه. وكمان عشان يعني برضو اقلل شويه الاكل، لان هما كانوا بيصحوا من النوم يشوفوا الحلويات، فطبعا في العيد ما بنقولش لا على حلويات ولا على حاجه، لازم يبقى فيه فتره كده. فكنت انا ايه بقى ربط لهم بحيث ان كل واحد ليه 3 اكياس من دي، والثلاث اكياس طبعا فيها جيلي كولا وفيها كل المارشميلو وفيها كل الحلويات اللي هم بيحبوها. كنت حاطه لهم 3 اكياس كده بوريه لكم في الفيديو، حاطه لهم اوريو وحاطه لهم حلويات كتير في الاكياس، كل واحد ليه 3 اكياس والشيبسي والحاجات دي على السفره. وكمان كنت شايله لهم بقى لتالت يوم العيد آه عملت لهم سهره موفي تايم، وكملت لهم بقى عملت لهم تاني نفس المنظر ده. وكنت عامله آه اللي هي ثواني اجيبها لكم. بصوا انا عندي الصينيه دي من حاجات الجهاز، انا ما شاء الله عندي حاجات للجهاز بتاعتي لسه ما استخدمتهاش. انا لو عايزين اوريكم فيديو ما شاء الله، يعني كميه الصواني والكوبايات والكاسات والحاجات ولطقم الكاسات، الحاجات اللي انا ما استخدمتهاش لحد دلوقتي. اللي ما استخدمتهاش الصينيه دي، صينيه فضه كده وبيجي معاها طقم فضه. استنوا والله لو اوريه لكم كمان. بصوا دي السكريه، ودي المعلقه بتاعتها، دي جايه مع الطقم كده اهي. ودي الكوبايات 6 كوبايات بقى كده، فده طقم على بعضه فضه. يعني هو قال لي كده الراجل لما جيت اشتريته، معرفش بس هو مش فضه حقيقي يعني. فانا ايه شلت ده بقى وشلت ده، ما انا كل سنه لازم اخترع، ما ينفعش اسكت يعني، ما ينفعش ابقى ناعمه من غير ما اخترع. فعملت ايه بقى؟ لو انتوا تفتكروا اللي هي الاضاءه دي البيبي لايت دي، استنوا بس عشان الاتنين لزقوا في بعض اهي.
اللي شاف الفيديو بتاع تجهيزات رمضان وشاف البيبي لايت دي لما كنت حطاها في الفانوس وكان قد ايه شكلها حلو، السنه دي استخدمتها استخدام مختلف بقى، قصدي في العيد يعني. شلتها من الفوانيس وحطيتها بقى، بقيت ادخلها واطلعها، بس انا مش عايزه اضيع وقت الفيديو، بس حاولت اعملها كده وامشيها من تحت الصينيه كده، بس ثبتها بقى بالشكل ده كده. حاسه ان انا بعمل اكل، عارفين قنوات الاكل لما يقولوا بالشكل ده بس. وبعد كده رحنا ايه منورين كده. استنوا اطفي لكم النور. شايفين المنظر؟ والتانية دي برضو، ورحت جايبه دي، ودي حطيت لهم عليها الشيبسي والحاجات اللي هي في اكياس كبيره، وحطيتها على السفره. وجبت دي بقى، دي بتاعت الفواكه يا جماعه، انا بستخدمها بحط فيها الفاكهه، بس انا في العيد عملت لها استخدام تاني برضو، رحت جايباها ولزقتها بقى كده، يعني حاولت اثبتها، بس انا بقى يعني ثبتها بقيت اطلعها وادخلها، بس انا عشان مش عايزه اضيع وقت الفيديو فانا بس بوريكم المنظر. انا في الاخر هوريكم الفيديو ازاي كنت عاملاها، انا بعملها دلوقتي بس كده بشكل سريع اهي. دي كانت باينه اكتر بقى، ونورتها كده، بس كانت بقى وانا حاطه لهم فيها الحلويات كان شكلها تحفه يعني. بصوا، اثبتي يا لولو ثواني نوريهم، بعد كده تبقي تتشقلبي تاني اهي. انا بقى كنت مدخلاها ومطلعاها من الحاجات دي، فكانت ثابته ما كانتش بتتحرك. وبرده لما عملت لهم موفي تايم عملتها لهم بنفس دي، حطيت لهم برده فيها حاجات السهره، كانوا مبسوطين بيها قوي. بصوا بصوا شكلها كانت حلوه جدا. حطيت لهم بقى هنا الاكياس اللي انا قلت لكم عليها، وحطيت لهم الحلويات. فدي الحاجات اللي انا حضرتها للعيد، ودي كانت كل الافكار يعني اللي انا عملتها في العيد. فانا حابه اقول لكم ان احنا ممكن باقل افكار وباقل امكانيات نسعد ولادنا ونبسطهم. احنا ما عملناش حاجه كبيره في العيد لان انا كنت تعبانه، ما سافرناش. احنا اول يوم قضيناه مع قرايبنا، تاني يوم كان في هنا بارك اسمها جرين بارك، فاتحه جديده، كان فيها شويه ملاهي كده، وكان فيها حيوانات وبومه ومش عارفه ايه. هي كانت فاتحه جديده وكانت جنب البيت هنا، رحنا وديناهم فيها، اتبسطوا فيها جدا جدا. وبالذات الحيوانات يا جماعه، لو في مكان قريب منكم عنده فيه حيوانات، الولاد بيحبوا الحيوانات جدا، وانا عن نفسي اتبسطت بصراحه. فوديناهم الحيوانات. ابقى اوريكم البومه كانت بتبص لي ازاي برضو، مش عايزه اطول الفيديو، بس هحط لكم الفيديو بتاع البومه كانت بتبص لي ازاي، عشان انا نفسي خفت منها. وتالت يوم عملنا الموفي تايم. تسألوا الولاد اتبسطتوا قد ايه في العيد، يقولوا لكم 1,000,000 من 10. الحمد لله، هو ده هدفي. فده اللي انا عايزه اثبته لكم، او ده اللي انا بحب اقوله لكم في القناه، ان احنا عايزين نسعد ولادنا باقل امكانيات او على قد امكانياتنا. مش عشان تعبت، مش عشان كنت تعبانه او تعبت في رمضان يبقى معلش ماما تعبانه يا ولاد فيعدوا العيد زي اي عيد. لو انا مش محضره، لو انا مش مجهزه، لو انا مش بفكر من قبل العيد بكتير في ولادي وفي الحاجات اللي نفسهم فيها، كان هيجي على العيد كان هيبقى اسوأ عيد بالنسبه لهم. بس الحمد لله، رغم التعب ورغم ان انا كنت بروح اعلق محاليل في المستشفى، بس الحمد لله، واشعه مقطعيه على المخ وحاجات كتير كده مش عايزه اكلمكم عنها. بس العيد كان الحمد لله حلو جدا، ودي اكتر حاجه بسطتني واكتر حاجه شجعتني ان انا اعمل الفيديو. ان انا عايزه يعني نفكر مع بعض ازاي نسعد ولادنا باقل امكانيات عندنا. يعني انتوا مش متخيلين بس النور ده اللي انا اصلا عندي، والبتاع بتاعه الفاكهه دي اللي بيشوفوها كل يوم على الرخامه، هما ازاي اتبسطوا لما شافوها محطوطه كده وعليها الحلويات بتاعتهم. احنا محتاجين بس نفكر شويه، ومحتاجين ناخد من وقتنا شوية لولادنا. كل الناس بتفكر في ولادها، وكل الناس بتاخد يعني كل وقتها لولادها، بس بيبقى يعني في ناس بتضيع الوقت كله في الكنيس والمسح والغسيل، كلنا بنعمل ده. بس شيلوا وقت ان انتوا تهتموا بالحاجات المهمة بالنسبة لهم. خلوا وقت اللي تعملوا لهم ذكريات حلوة يفتكروها. يعني زي ما قلت لكم، اكتبوا الماضي بتاعهم بطريقة كويسة. ده كان هدفي من فيديو النهارده، خليهم يفتكروا الاعياد اللي قضوها معاكم، ويقولوا اعياد كانت حلوه، كانت ماما بتعمل لنا، كانت ماما بتفاجئنا. ما تخلوهاش تفتكروا ان هي بتبقى ايام عاديه بتعدي عليهم. كل فيديو بعمله لكم بيبقى ليا هدف، وده كان هدفي النهارده من الفيديو ده. يا رب يكون الفيديو كان مفيد ليكم، ويكون عجبتكم الحاجات اللي انا جبتها. اكتبوا لي تحت في التعليقات انا شاطره ولا لا، والاسعار اللي جبتها كانت حلوه ولا لا. اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. الحمد لله الصداع بدأ يهدى شويه، بس الحمد لله ان شاء الله نعمل فيديوهات تانية جديده قريبه باذن الله. السلام عليكم.